السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناتكم قديم وجديد، يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة معايا الرز اللي قدامك ده، كمان نوع رز إلى جانب الأنواع اللي أنا وريتها لك على القناة. النوع ده هيعجبك قوي، وخصوصا إنه ينفع في العزومات، وكمان سهل جدا. وهعمله لك النهاردة مش بالرز بسماتي، هعمله لك بالرز العادي. معايا دلوقتي بصلة مفرومة ناعم، شوحتها بس تشويحة كده، دبلتها يعني في قلب المادة الدهنية بتاعتي. وكمان جزر متقطع مكعبات صغيرة، وبسلة هاديلهم برضو تشويحة او تتبيلة مع البصلة. وهحط معايا توابل الكبسة، وهي عندي شوية فلفل اسمر صغيرين، شوية كاري، شوية بهارات فراخ، شوية جنزبيل، وقرفة خشب، وشوية من السبع بهارات. وفي حاجة اسمها بهارات كبسة، لو عايزة تحطيها حطيها، لو مش عايزة كافي اللي معاكي. ومعانا طبعا اساسي معلقة الكركم. بعد كده بنشوح ورق اللورة معانا برضو اهو. بنشوح اللي احنا عملناه ده، بنديله تتبيلة على النار، التوابل تطلع ريحتها شوية. المعلقة اللي انا حطيتها دي عبارة عن طماطمية وفلفلاية مضروبين في الخلاط ناعم خالص، يا اما تستبدليها بمعلقة صلصة او معلقة كاتشب، او بتحطي معلقة من ده ومعلقة من ده. يعني دي معلقة كاتشب اهي او صلصة، وانا كنت عاملة معلقة الطماطم بالفلفلاية الخضرة دي طحناهم في الخلاط. فممكن تحطي من الاتنين، او تكتفي باي واحدة فيهم، مش هتفرق يعني كتير. المتوفر عندك حطيه. حالا بعد ما دبلتهم كده احط عليهم مش مقدار المية كله، عشان انا لسه مش عارفة احط مقدار قد ايه. هنحط شوية مية يغلوا معانا. هنحط الرز بتاعنا، هنقلب تقليبة كده، ونحط الملح بتاعنا ونظبطه، ونظبط برضو المية بتاعتنا، ونغطي عليه ونسيبه على عالي لحد ما يستوي معانا ويتشرب المية بتاعته. لان وصلنا المرحلة دي ممكن بقى هنا نقلب، ما تقلبيش خالص. هنا معايا فلفلاية صفرة مقطعاها مكعبات صغيرة خالص، بحطها في الاخر خالص كده زي ما انتوا شايفين، عشان ما تتهريش معايا في التسوية بتاع الرز. بقلبها تقليبة خفيفة كده، واروح مغطيه عليها تاني لحد، واوطي بقى النار في المرحلة دي خالص لحد ما يتشرب المية كده ويستوي معايا ويبقى مفلفل وجميل. ما بقلبش كتير يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. هنفتح عليه سوا بعد ما غطينا وسبناه يستوي اهو. خلاص كده شرب ميته كلها وبدأ يفتح معايا ويبقى مفلفل كده زي ما انت شايفة. وفي المرحلة دي كمان لو انت عايزة تزودي المادة الدهنية بتزوديها زيت سمنة بلدي اللي انت عايزاه او زبدة. هنا بقى في المرحلة دي ممكن تقلبي عادي، بتقلبيه بقى عشان ما يفضلش كتل مع بعضها ويلزق في بعضه، بتقلبيه وبتغرفي طبقك الحلو ده. ومعانا كفتة الفراخ الحلوة دي، طريقتها موجودة برضو على القناة، ممكن تدخلي تشوفيها. ولو عجبتكم طريقتي ادعولي دعوة حلوة ليا ولأولادي بصلاح الحال، ودعميني باللايك والشير والاشتراك في القناة ما تنسوش. نسيت اقول لكم على الفرخة الحلوة دي، طريقتها برضو موجودة على القناة، ممكن تعمليها جنب الرز ده. والسلام عليكم ورحمة الله.